اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله، أوقات ربنا بيفاجئنا بالخير من المكان اللي كل الناس قالت عنه انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا رفقات الدرب؟ ويا رب تكونن بخير وين ما كنتن. اليوم حبيت أوثق معكم يوم عادي من أيامي. أول ما طلعت برا البيت وقعت عيني على شجرة التين اللي قدام بيتنا. هاي شجرة إلها قصة معنا، كل مرة بشوفها بتذكر قديش الإنسان أحيانا بيحكم على الأشياء بسرعة. احنا من فترة طويلة حكولنا انها مريضة وانها خلص ما فيها خير يعني، وحتى اضطرينا نقصها اكثر من مرة. كل مرة كنا نفكر إنها خلاص انتهت، لكن سبحان الله رجعت طلعت من جديد، وكأنها بتحكي لنا إنه لسه في حياة ولسه في أمل، ولسه ربنا قادر يطلع الخير من المكان اللي الناس كلها قالت عنه انتهى. شوف أنا الحبة ما شاء الله عن جد ما قدرت أقاوم إني إلا أكتفها قدامكم يعني، وأكلت منها. بتعرفوا كيف التين كأنه بيكون عسل من جوا دايب وسكر ولونه بشهي، عن جد من أطيب التين اللي ذقته بحياتي. ودايما هاي شجرة بالذات إلها طعم غير، يمكن لأنها بلدية، يمكن لأنها قديمة ما بعرف شو السبب، أو يمكن أنها مباركة. الحمد لله رب العالمين. بعدها دخلت على البيت ولسه ما لحقت أعمل إشي إلا وجوزي راجع من المؤسسة، كان جايب مونة الشهر. وأنا من النوع اللي بحب كثير فيديوهات المونة، ما بعرف إذا أنتم مثلي أو لا. خلينا نبلش مع بعض ونحكي بسم الله. وإذا لقيتوا بين المشتريات أشياء مقاطعة بعرف إنه كثير رح ينتبهوا عليه، بس بصراحة أنا بحترم كل الآراء، لكن هاي هي المنتجات المتوفرة عنا، وإذا لقيت بديل مناسب أكيد ما عندي أي مشكلة أغير، لكن هاي هي ظروفنا وحبيت أكون صريحة معكم مثل ما أنا دايما. بالنهاية كل حدا بيعمل اللي بيقدر عليه، والله أعلم بالظروف. هون هاي الجلاية، مجموعة التنظيف للجلاية، هاي الأقراص، أقراص الجلاية. بحب أستخدم فينش. هون عندي زيت الملمع الجلايات، بس شكله والله ناقص. والله ما فيه، شوفين يعني ما في تقريبا لهون، بس فشكله إما مكبوب معاهم أو ناقص من عندهم يعني. هون هذا ملح الجلاية. طبعا في كثير بنات بيجيبوا جلايات بس ما بيعرفوا كيف يستخدموها. ضروري انك تستخدمي الثلاث منتجات هدول: اقراص الجلاية للتنظيف، زيت الجلاية بيعطي لمعة للجلي يعني، وملح الجلاية هو اللي بيشيل التكلس، اي تكلس. وكمان اذا بتحسي الكاسات بيطلعوا عندك فيهم ابيض كثير محورات، بكون سبب انه في الجلاية ناقصة ملح. فضروري انك تحطي الثلاث مكونات هذول في كل جلية. ضروري انه الجلية ما بتعطيكي اشارة، طبعا لما ينقص عندك الملح بتعطيكي اشارة، لما ينقص عندك الزيت كمان بتعطيكي اشارة الجلاية. فضروري دايما يكونوا هذول يعني معبيين بالجلاية. هون هذا شامبو للشعر والجسم، بس انا ما بستخدمه للشعر يعني، انا بحطه للجسم بس للاولاد يعني بالحمام. هذا معطر بريحة الليمون، حلوة ريحة الليمون. هذا يا خواتي مزيل الروائح، سمعت عنه بالفيس حبيت أجربه، كثير بمدحوا فيه، يعني بشيل روائح الحمام، روائح المطبخ، روائح الحيوانات، روائح الدخان. فأنا رح أجربه. حكوا فيه إنه يعني كثير ناس مدحوه، حكوا إنه منتج كثير رائع فعلا بيشيل الروائح، خصوصا لما يفوت عليكي حدا مدخن. لو يعني أنا ما بتطلع مني، أنا الحمد لله رب العالمين جوزي مش مدخن، بس لما يفوت علي حدا بدخن أنا ما بحب ريحة الدخان، لا أنا ولا جوزي. فكثير كثير بتضل الريحة عالقة عندي بالفراش وبالبيت يعني. فهذا راح أجربه إن شاء الله إنه يطلع ممتاز. هون هذا كمان معطر ومنظف المكيف. هذا صراحة أول مرة بنجيبه، احنا دايما بننظف المكيف تنظيف يدوي يعني، وزي ما انتن شفتن في فيديوهاتي السابقة، بس ما بعرف رح نجربه ونشوف. معطر ومنظف المكيف، سواء المنظف السيارات أو هو شكله للسيارات، والله شكله جوزي جايبه لمكيف سيارته، بس هو ما حكالي يعني، مش مكيف البيت. مكيف السيارة فعلا، مكيف السيارة هذا.
شكله جايبه لسيارته. المهم هاد شكله لوديه لأنها طلبتني واحد، قلت لها رح أحكي لأبوك يجيب لك ستايل ديور رومانتيك روز جيرز. شوفي الحلو إنه عاملينه للبنات جيرز، فحلوة هاي. طبعا أشم ريحته، ريحته كتير حلوة، ريحته بتجنن. هون عندي هدول ليا في جلي، وهذا معجون اسنان. نشوف شو في عندنا هون. هذا شاي الحل، احنا ما بنستغني عنه. شاي الغزالين كثير كثير بحب شاي الغزالين، ومتعودة كثير ناس بتحب شاي الميداليات، بس ما بيعطيك الطعم الشاي الأصلي. يعني شاي الغزالين هو طعم الشاي الأصلي. جوزي بطل يشرب الشاي صراحة، صار يجاملني مجاملة لما يشرب الشاي، سمعات البياع. لأنه ماشي على نظام الطيبات فبطل يشرب شاي، فأنا إجباري يعني بعمل إلي بريق صغير هيك وبيشرب كاسة معي مجاملة. هاد معجون الطماطم، هاي المربى، مربى المشمش، مربى الكرز. طبعا زمان أنا كنت كثير بحب المربى وكثير أحط مربى مع قشطة. جوزي نفس الإشي، كان لما يشوفني باكل مربى كان هيك زي بتعرف المصطلح يقز منه، يقز منه، يعني يحكي لي كيف بتفطري مربى وقشطة. هسه هو على طول بفطر مربى وقشطة، يعني نظام الطيبات عكس نظامه صراحة. شوفوا هاي الأشياء كلها إله. سردين، طن، أنا هاي الأشياء مش كثير، أنا باخذ أوميجا مكملات غذائية. هاي جبنة، شرايح جبنة سلايد، وهاي كمان طن، وهاي قشطة، كريمة القشطة. هون سنيورة، هاي لأولادي، مع إنه والله كثير أنا بسمع عنها إنها مش كويسة، بس صراحة أولادي يعني بنجيب لهم إياهم، بس يعني بنطول بين كل فترة وفترة طويلة، يعني بيناتهم فترة طويلة. رح تحكوا لي مقاطعة، أنا أحكي لكم شغلة يا خواتي، إحنا بقرية ما في عنا أشياء، مش ماشيين مع المقاطعة صراحة، يعني بنقطع مسافة طويلة لحتى ندور، فإجباري إحنا نجيب. يعني صراحة ما بنلاقي، يعني أنا كنور يمكن بتشوفني كثير أنا بستخدمه وبحط منه، بس صراحة لأنه ما في عنا نهائيا. كل السوبر ماركات، حتى المؤسسة يعني فيها هاي المنتجات، فصعب أنا إنه وين بدي أروح وين بدي أطلع، عرفتي؟ ما في. هاي طحينية، أشوف شو في هون. طبعا هاي أول مرة بفتح، يعني أنا وصيته على أغراض بس هو جايب أشياء ثانية زيادة، أشياء أنا مش موصية عليها. هاي معكرونة بتيجي هيك ملونة، شوفوا كيف ألوانها. هاي نفس المعكرونة العادية، بس إنه بتيجي ملونة، يعني بتطلع الطبخ هيك أجمل وأحلى، بتشد الأطفال كمان. هون عندي برغل، هاد برغل ناعم، شكله ناوي يخليني أعمل كبة. هذا عدس، هذا عدس، هاد بحكوله عدس حب، هذا عدس مجروش، هذا عدس حب، نوعيته ممتازة. هاد شوفوا كيف حبته كبيرة. هنا هدول كلهم أغراض من المؤسسة. صراحة المؤسسة بيكون فيهم أشياء أفضل بكثير من الدكاكين الثانية أو السوبر ماركات الثانية. خلينا نشوف هذا الكيس، بطاطا جاهزة. صراحة أنا بحب أستفيد من الأكياس. بطاطا جاهزة، بطاطا شوفوا نوعيتها منيحة صراحة، يعني حبتها كبيرة. هيك لما تعملي عشاء جاهز للأولاد بتلاقيها تنقذني يعني بالمواقف اللي محتارة شو بدي أعمل، فباجي بقلي لهم بطاطا. برجع أنضف لأنه مسكرينات كثير منيح. هون
شو بتستخدموا أنواع الصيف؟ صراحة أنا جربت الجزيرة ريحته كتير حلوة، ريحته طاغية على المطبخ كله. الجزيرة ريحته كتير حلوة صراحة. شو بتستخدموا أنواع انتوا؟ احكوا لنا هيك ندل على بعض. على الخير يا رب ندل على بعض. هذا فلاش كمان كويس، يعني ما بتستغني عنه للحمامات للمرحاض أجلكم الله. هذا العلاق أنا بجيب هيك لأنه ما بيوفي معي العلب الصغيرة، ما بتزبط معي، فبجيب هاي الأشياء الحجم الكبير. هون في كمان الرز اللي بنحكي له احنا الرز المصري اللي هو الرز العادي يعني. هون رز المندي أو رز الكبسة، يعني أنا بستخدم هاي النوعية كمان من المؤسسة، كثير نوعيته كويسة. ما بعمله دعاية، بس عشان أحكي لكم شو أنا بستخدم. مش ماخذين إشي صراحة من وراء الدعايات، بس أنا بحب أحكي لكم شو بستخدم. نوعيات ممتازة كويسة للي ما بتعرف. هذا الرز كثير جربته وكثير عجبني. رز اسمه مندي بسمتي هندي فاخر، حبته طويلة، ما بيحتاج كثير لاستواء، يعني مش صعب الشغل فيه، كثير طيب كمان. واخر شيء هون الدجاج المجمد. كمان جوزي بطل يجيب دجاج طازج لانه ماشي على نظام الطيبات، فبيحكي لي الدجاج المجمد دجاج الخير بيحكي لي افضل من الدجاج الطازج. ما بعرف ليش صراحة، بس أنا يعني ماشي، مش مشكلة، ما عندي مشكلة. بكفي إنه ارتحت من تنظيف الدجاج الطازج، كان يجيب لي كل 5 6 مع بعض، فكنت يعني كان رجلي وقفا وأنا بنظف فيه، فهيك أفضل لإلي. بس أجي بدي أطبخ بطلع هالدجاجة بدوبها وبنظفها بنفس الوقت. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على تمام النعمة، والحمد لله الله يجعلها نعمة دايمة ما تزول. بعد ما رتبت المونة يا خواتي، قررت اني اعمل من المعكرونة الملونة اللي فرجتكم اياها، اللي كانت من ضمن اغراض المونة. حكيت ما بدي اقضي ساعات طويلة بالمطبخ، خصوصا انه الجو بهذا الوقت كثير حامي، يعني طبخة سريعة وخفيفة وبخلصها بأقل وقت. فحطيت المي تغلي، وحطيت عليها رشة ملح وشوية من الزيت النباتي، ونزلت المعكرونة. وأنا كثير يعني هيك بحب الطبخ اللي ما بيعقد الحياة، يعني طبخ سريع. مش لازم كل يوم يعني تكون سفرة كبيرة وكل يوم لازم نتعب حالنا. أوقات يعني صحيح أكلات بسيطة، بس بلاقي حدا بيحبها. يعني هون يا خواتي بعد ما سلقتها تقريبا 10 دقايق يمكن أو 8 دقايق، صراحة ما دققت كم كان الوقت، بس بتحسيها هيك بتطرى شوي. بنزل عليها على طول، بصفيها بالمصفاي، بنزل عليها مي من الحنفية وبجيب عليها مي باردة. أهم إشي إنها تكون المي باردة. بعرف يمكن كثير منكم يحكي ليش، بس صراحة أنا ما بعرف، بس أتوقع إنه حتى تمسك الحبة وما يعني تدوب معك، لحتى ترجع هيك تمسك ولونها يعني يصير أحلى. هون بالطنجرة يا خواتي راح أضيف شوية زيت نباتي، راح أكسره كمان مع إصبع هيك زبدة صغير، وبعدها راح أخلي بس الزبدة تدوب. راح أكون فارمة بصل ناعم وثوم ناعم لحتى يعطي كثير نكهة طيبة للمعكرونة. راح أخليهم شوي لحتى يتحمروا وأضمن استوائهم، إنهم يكونوا استووا بهذا الشكل اللي راح تشوفوه معي. بعدها راح أنزل كيس من البازيلا والجزر، بيجي كيس جاهز يعني مجمد هو، بس راح يذوب شوي لما أغليه مع المي وأسكر عليه. هون يا خواتي راح أضيف تقريبا كاستين من المي لحتى أسلقهم ويذوب يعني الجزر والبازيلا وتستوي. وراح أنزل عليهم زي ما انتم شايفين باكيت من معجون الطماطم. بعدها كمان رح أنزل ظرف من بودرة الماجي، وإذا عندكم زعتر بري كثير رح يطلع طعمه طيب، يعني أوريجانو بيحكوله أو زعتر بري. هو الزعتر البري اللي بكونوا زارعينه بالبيت أو بتجيبيه طازج زي هيك، يعني بكون طعمه صراحة كثير طاغي وكثير طيب.
مع المعكرونة. في ناس بحطوا نعناع ناشف أو نعناع طازج يعني، بس أنا صراحة لا، بحبها كثير مع الزعتر البري. راح أحط عليها كمان رشة ملح خفيفة، وإذا بتحبي تكون حارة شوي ما في مانع إنك تحطي من الشطة أو فليفلة تفرميها، فليفلة حارة يعني تفرميها فرم ناعم. أنا بحب هيك أعطيها حرورة شوي، ما تكون طاغية كثير ولا مبينة كثير. هون هاي اللمسة اللي بيحبوها الأطفال أو الأولاد إذا عندك، أو البنات الصغار حتى الكبار، اللي هي بهارات البطاطا. كثير بتعطيها طعم، يعني بتحس المعكرونة شبيهة بالأندومي اللي مدمنين عليه الأولاد صراحة. وبحاول قدر الإمكان إني أخلي أولادي ما يأكلوا منه نهائيا، إلا إذا يعني طلبوا وأصروا إنهم بدهم إياه. بس بودرة البطاطا أو بهارات البطاطا هي كثير طيبة مع المعكرونة. بعد ما أشوف البازيلا استوت والجزر بنزل عليها المعكرونة وبقلبها تقليب سريع، يعني لحتى تمتص كل المكونات اللي أنا حطيتها، وهيك بيكون الأكلة جاهزة. صراحة أكلة سريعة ما بتاخد معاكي ربع ساعة تقريبا، وكثير طيبة. طبعا آخر شيء أنا هيك حطيت عليها لمسات جبنة. اللي بيحب الجبنة يعني بإمكانه يحط عليها جبنة، اللي ما بيحب ممكن من دون الجبنة. طبعا بعد ما قلبتها برجع بخليها يعني تقريبا دقيقتين لحتى تتشرب الخلطة أكثر وأكثر. بعد ما جهزت المعكرونة يا خواتي، حابة أفتح معاكم موضوع وكثير بهمني أعرف رأيكم فيه، لأنه بصراحة أنتوا جزء من هاي القناة ورأيكم كثير بهمني. أنا بعرف إنه في متابعات بتحب تسمعني وأنا بحكي عن الحياة وعن مواضيع دينية اجتماعية حياتية أو أي أشياء بتصير معنا ومواقف بنمر فيها. بس في متابعات بتحكي إحنا دخلنا نشوف يوميات، دخلنا نستمتع بالتصوير، نعرف أسرارك بالطبخ، دخلت على قناتك لحتى أشوف فلوجات يومية وإنت بتشرحي عنها. يعني بالرغم يا خواتي من كمية الكلام الإيجابي اللي إجاني، كمية خواتي المتابعات اللي قسما بالله كلامهن مثل البلسم على قلبي، بحب أقرأ هيك تعليقات لأنها بتعطيني دافع قوي إنه أستمر وأقدم أكثر والأفضل دايما. لكن أنا بصراحة يعني دايما حتى إذا بقرأ رأي مختلف عن الباقيات، لو كان 1% أنا كمان بهمني هذا الرأي، يعني أنا متفهمة للرأيين. وعشان هيك صار عندي فكرة يا خواتي، شو رأيكم لو أعمل بودكاست كل المواضيع اللي فيها أفكار، اللي فيها مواضيع حياتية دينية اجتماعية، مواقف مرينا فيها زي اللي أنتوا بتحبوها، تكون هناك بالبودكاست. أما الفلوقات نخليها أخف، يومياتي، طبخي، ترتيبي، طلعاتي، وشوية هيك حكي خفيف بدون ما أطول عليكم. أنا شخصيا حبيت الفكرة، لأنه هيك كل شخص بيشوف المحتوى اللي بيحبه يعني. بس قبل أي خطوة حابة أعرف رأيكم، لأنه يمكن يكون عندكم رأي أنا ما فكرت فيه، فاكتبوا لي بالتعليقات يا حبيباتي شو بتحبوا أكثر. هل بتحبوا كل إشي يضل بنفس الفيديو، ولا بتحبوا يكون في بودكاست مستقل والفلوقات تضل يوميات بس؟ عن جد رح أقرأ كل تعليق كعادتي دايما، ويمكن قرار البودكاست كله يكون بناء على آرائكم، لأنه بالنهاية الحمد لله رب العالمين هاي القناة كبرت بفضلكم بعد فضل رب العالمين، وبحب دايما أحس إنه إحنا بنبنيها مع بعض. فيا حبيباتي اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم وشو المواضيع اللي بتحبوا تسمعوها مني لو عملت بودكاست. بسم الله ما شاء الله، أنا بحاول ألحق أصور وهم بيحاولوا يلحقوا يأكلوا. الحمد لله رب العالمين. يعني شوفوا لما شافوا الألوان انجذبوا صراحة، كل واحد جاب شوكته وصار يأكلوا هم واقفين بالمطبخ، ولا استنوني أحط سفرة ولا استنوني إشي. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. هون يا خواتي بعد الغداء ريحنا شوي وحسيت إنه هيك البيت صار أهدى يعني، فحكيت ناقصنا إبريق شاي. فأكيد الشاي بعد الغداء له طعم ثاني، يعني كأنه إعلان رسمي إنه إحنا خلص خلصنا شغل اليوم. فحطيت كمان شوية مكسرات وصبيت لكل واحد حصته من الشاي، وحطيت له شاهين طلب إلا صحن. شاهين دايما صحنه جانبي، ما بيأكل من الكل، لازم صحن يكون له خاص فيه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل تعب الترتيب بهون وكل تعب اليوم بروح، وأوقات إحنا فعلا ما بنحتاج أشياء كبيرة يعني حتى نفرح. خلاص كلمة حلوة زي كلام شاهين
دعوة من القلب، ابتسامة، أو حتى لقمة عجبت أهل بيتك. هاي تفاصيل صغيرة هي اللي بتعمل أشياء كبيرة بقلوبنا. ويمكن بعد سنين ما رح نتذكر شو طبخنا بذاك اليوم ولا شو اشترينا، لكن أكيد نتذكر الشعور واللمة. كويسات؟ كويسات يما؟ بدك كمان ولا خلص؟ كمان شوي؟ يلا تكرم. خلاص؟ شو بدك تحكي لي؟ بدك عافية. الله يسعدك، صحة وعافية يما. ولأنه الجو ألطف بالليل قلنا نطلع لفة خفيفة هيك بالسيارة، ومرينا وأخذنا سلاش إلي وللأولاد، وكان أحلى ختام ليومنا. وإذا الفيديو عجبكم لا تنسوا تدعموني بالإعجاب والاشتراك إذا لسه أول مرة بتزوروا القناة، وبشوفكم بالفيديو الجاي بإذن الله. في أمان الله، مع السلامة.